مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ميادي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلوها بالعناوين. الوزير الأول قبراف تدعو لتنفيذ البرامج وفق أهداف ورؤية الوزارة. مجلس إقليم عنسبة يقيم برامج التنمية. أبحاث أثرية في قرمخل. بوتين يقول إن روسيا تحتاج إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات. أردوغان يدعو مجموعة الثمان لتكثيف جهود السلام بالمنطقة. وزير الدفاع الألماني يعلن عن خطط لزيادة عدد الجيش في بلاده إلى 230 ألف جندي. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبراء في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 20 من ديسمبر على أن تسترشد البرامج المنفذة بأهداف ورؤية الوزارة. وأفاد تقرير عام 2024 بأن الحكومة قدمت أكثر من 144 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء، وتوزيع أكثر من 6.6 مليون نقفة أرسلها المواطنون المقيمون في الخارج ل 1177 أسرة شهيد. كما تم إنفاق أكثر من 46 مليون نقفة لرعاية معاقي الحرب، وتقديم أكثر من 1.4 مليون نقفة للأيتام وضحايا الإيدز، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية واسعة لمحاربة ختان الإناث وزواج القاصرات والمكيفات الخطيرة. وأشار التقرير إلى تأهيل 1855 مواطنا، منهم 522 أسرة بعربات الكارو، و30 أسرة في المشروعات التجارية الصغيرة، و62 في الماشية، و95 في تربية النحل. وذكر قسم العمل تسجيل 2665 باحثا عن عمل، وإيجاد 2509 وظائف شاغرة، وحصول 341 مواطنا بينهم 201 من النساء على العمل في الخارج، ودخول 4352 مواطنا أجنبيا إلى البلاد للعمل، وجرى تسجيلهم بموجب الإعلان القانوني رقم 127 لعام 2002. وحول علاقات العمل، ذكر القسم تسوية 96% من الخلافات البالغ عددها 2438 بالصلح. وبعد مناقشة التقارير طرحت في الاجتماع آراء وتوصيات بناءة تساعد في تنفيذ خطة عمل 2025. وفي كلمتها الختامية قالت الوزير الأول إن من المهم استخدام الموارد بكفاءة وفعالية للتخفيف من المصاعب الاجتماعية، مذكرة أن النجاح الذي تحقق في إقليم عنسبة من العام الماضي بزوال العادات الضارة عامة وختان الإناث على وجه الخصوص يجب العمل عليها في الأقاليم الأخرى. قيم مجلس إقليم عنسبة تنفيذ برامج التنمية لعام 2024 في اجتماع عقده يوم 18 من ديسمبر الجاري. وأوضح سكرتير المجلس الأستاذ سليمان محمد نور في افتتاح الاجتماع تحقيق نتائج مرضية من أعمال بناء المدرجات والحواجز المائية والسدود وحراسة المحميات. ونظر الاجتماع للتقرير المقدم موصيا للعمل جيد لإدارة الأراضي والمياه ومراقبة إدارة المدارس وتنظيم الدورات التدريبية لرفع قدرات المهنيين وزيادة مشاركة المجتمع لتطور المدارس والاهتمام الكبير لمحاربة ختان الإناث والتعرف على أسباب مقاطعة المرأة للتعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية وإيجاد الحلول لها. وخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات لبناء وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية حسب الأولويات، والعمل بالتعرفة الجديدة لتطوير الرياضة والدفع بأنشطة ضمان توفير مياه الشرب الصالحة. ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في ختام الاجتماع إلى العمل لتنمية المياه الجوفية للدفع بالإنتاج الزراعي بالاعتماد على حماية التربة وحفظ المياه وتعزيز مساهمة الجميع في التعليم والصحة.
عثرت الأبحاث الأثرية الجارية في قربخلة بمديرية منحيلي في الإقليم الجنوبي على رفات بشرية إضافية في موقع معالأها. وضح خبير الآثار في مفوضية الثقافة والرياضة الدكتور أبراهام زرآي العثور على رفاتي إنسان تحتاج إلى دراسة معمقة أثناء عمليات الحفاظ على الآثار التي قام بها خبراء إريتريون في الفترة من 9 حتى 18 من ديسمبر. وذكر بأن 3 رفات تم العثور عليها أثناء التنقيب في شهر يوليو الماضي بوسيلة دفن فريدة مع أساور نحاسية مختلفة الأحجام للأيدي، سلاسل وحلي و14 من الفخاريات، وستجري عليها الدراسات بالتعاون مع شركاء لتحديد عمرها. وقال الخبراء المشاركون في البحث إن هناك معلومات تشير إلى أن طريقة الدفن تعود إلى عصور ما قبل المسيحية. وأشاد المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي سيد إبراهام يوهنس بالشباب الناشطين في المجال وشكر تعاون إدارة الإقليم. من جانبه أشاد حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تسفازيون بتفاني المهنيين ودعاهم إلى الجدية أكثر، لأن برامج التنقيب المنفذة بالقدرات المحلية تحملهم مسؤولية أكبر. تقع قرمخل على بعد 7 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة مندفرة. أعلن مكتب الزراعة في إقليم عنسب ارتفاع الإنتاج الزراعي هذه السنة بفضل غزارة الأمطار وجهود المزارعين. وضحت مسؤولة تنمية النباتات في المكتب السيدة كبرى مسقل زراعة مساحة تبلغ 58,145 هكتارا بزيادة 6% عن العام الماضي، حيث تم زراعة الدخن والذرة والبذور الزيتية والبقوليات. وقالت إن برامج حماية التربة وحفظ المياه وإصلاح مجاري المياه وتمهيد الأراضي الزراعية وإدخال البذور المحسنة والتسميد ساهم في ارتفاع الإنتاج. وناشدت المزارعين للمساهمة الواعية لإنجاح الاستراتيجية الخمسية التي وضعتها وزارة الزراعة الهادفة لإيصال الغذاء المتكامل للجميع وفي كل مكان. نظم مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر دورات تدريبية صحية لمدراء وممثلي المدارس في مديريات جندع وشعب وفرو وقلعله. وقالت مسؤولة الصحة الأستاذة سماينش كبدي أن التدريب هدف لإدخال مادة مهارات حياتية في المدارس التي انتقلت من الابتدائية إلى المتوسطة. وذكر مسؤول التعليم في فرو الأستاذ إسماعيل علي إن البرنامج يساعد في أنشطة الأندية الصحية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر أسئلة وأجوبة الخط المباشر المشترك والمؤتمر الصحفي الذي يعقده نهاية العام إن روسيا تحتاج إلى سلام دائم وطويل الأمد في أوكرانيا وليس وقفا لإطلاق النار. وأضاف بوتين: نحن لا نحتاج إلى وقف إطلاق النار، نحن بحاجة إلى السلام على المدى الطويل ودائم مع ضمانات لروسيا ومواطنيها، وكيفية تقديم هذه الضمانات هي مسألة صعبة، ولكن بشكل عام يمكننا البحث عن سبل لتوفيرها، حسب ما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية. وحذر الرئيس الروسي من أن فترة طويلة من وقف إطلاق النار النسبي في الوقت الحالي ستمنح أوكرانيا فرصة للمشاركة في التدريب وإعادة تدريب التعزيزات، ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح بتجديد بعض كتائب الجيش الأوكراني. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية التي إلى تكثيف جهودها لإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية في العاصمة المصرية القاهرة. وتعقد قمة المجموعة في مصر اليوم حضوريا للمرة الأولى منذ 7 سنوات حسب قناة القاهرة الإخبارية، وتناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة. وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997 وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده تعتزم زيادة عدد قواتها المسلحة إلى 230 ألف جندي، متجاوزة الهدف الحالي البالغ 203 ألاف جندي. وأشار وزير الدفاع إلى اتفاقية 2+4 التي تحدد العدد المطلوب للقوات الدائمة والاحتياطية. وتضم القوات المسلحة الألمانية حاليا حوالي 180 ألف فرد نشط، أي أقل بنحو 20 ألفا عن الهدف المحدد. ومع ذلك تواجه القوات المسلحة الألمانية صعوبة في تجنيد الأفراد منذ سنوات، ما يجعل تحقيق هذه الزيادة أمرا معقدا. وكان الناتو قد دعا أعضائه إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، مما يزيد من الضغط على الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الدفاع المشترك. أطلقت الصين صاروخ حامل من طراز سيسير واي 4 من المياه القريبة من مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، ووضعت 4 أقمار صناعية في مداراتها المخطط لها. وانطلق الصاروخ التجاري حاملا أقمار تيانغ 33 التابعة لكوكب تيانغ. ونفذ مركز إطلاق الأقمار الصناعية في تايوان عملية الإطلاق البحرية. في ختام هذه النشرة إلى حضراتكم تذكير بالعناوين. الوزير الأول جبراب تدعو لتنفيذ البرامج وفق أهداف ورؤية الوزارة. مجلس إقليم عنسبة يقيم برامج التنمية. أبحاث أثرية في بئر مخل. بوتين يقول إن روسيا تحتاج إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات. أردوغان يدعو مجموعة الثمانية لتكثيف جهود السلام بالمنطقة. وزير الدفاع الألماني يعلن عن خطط لزيادة عدد جيش بلاده إلى 230 ألف جندي. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.